اول حاجه ان هو تبص على لعيب بروكسي. على الوضع ده كده هو اللاعب بيحاول يلعب الكوره. شوف مع بعض بقى، هل لعيب بروكسي يعني راح للعيب نادي الزمالك، ولا لعيب نادي الزمالك هو اللي مكمل ورايح للعيب بروكسي؟ اول حاجه ان هو مفيش اي التحام بالقدم من لاعب بروكسي على قدم لعيب نادي الزمالك، لكن لعيب بروكسي واقف في مكانه. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب بروكسي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه استخدام باليد، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهو ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق بروكسي. تعال نشوف مع بعض اول حاجه. هنا لعيب نادي الزمالك رافع اليد، يعني التعمد موجود من قبل الكره ما توصل له ان هو يلعب الكره باليد. تعال نشوف بقى مع بعض كده، هو هتلاقي لمسه اليد موجوده، وهنا الحكم شاف المخالفه وحسب ضربه الجزاء، وده اول حاجه قرار صحيح. زي ما احنا ما شايفين مع بعض اليد مرفوعه قبل الكره ما توصل لها، وهنا لمسه اليد موجوده من كل الزوايا. طيب المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان هنا طالما في تعمد بالطريقه ديت يبقى لازم يبقى معاه طرد. ما ينفعش تروح تديله انذار، لان هنا التعمد موجود، لكن هنا الحكم شاف المخالفه وحسبها، لكن ما طبقش القانون كله. كان لعيب نادي الزمالك لازم يتاخد مع اللعبه ديت طرد مباشر. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب بروكسي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. لكن بعد المخالفه دي لعيب نادي الزمالك راح عمل احتكاك كده مع لعيب بروكسي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. الطبيعي هنا ان الحكم هيدي الاثنين لعيبه انذار، لكن هنا ادى لعيب بروكسي بس انذار وما اداش لعيب نادي الزمالك انذار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا كان لاعب بروكسي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هتلاقي حارس مرمى الزمالك مسك الكوره وبعد كده هو صدر جسمه للاعب، لكن انا مشكلتي مش مع حارس مرمى الزمالك، انا بتكلم على مدافع نادي الزمالك اللي جاي بيجري مع لعيب بروكسي. بص على يد لعيب نادي الزمالك، هتلاقي اللاعب عامل دفعه في ظهر لعيب بروكسي. الدفعه موجوده واستخدام اليد موجود، لكن الحكم مش موجود وكمان مفيش فار، فطبعا مش هيحسب حاجه. نروح للحلقه اللي بعديها. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب نادي الزمالك وفي التحام بالقدم مع لعيب بروكسي. لعبه زي دي الطبيعي فاول، ده رقم واحد، لكن الغريبه ان الحكم ما حسبش حاجه في اللعبه ديت. لما نشوف بقى الحاله اللي بعديها هتلاقي نفس التدخل من لاعب بروكسي على قدم لعيب نادي الزمالك، لكن هنا الحكم حسب المخالفه على لعيب بروكسي. طبعا انا مش فاهم يعني هو ليه حسب هنا مخالفه وفي اللعبه اللي قبلها ما حسبهاش، مع ان الاثنين مخالفتين. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى لفريق نادي الزمالك. نشوف مع بعض لحظه لعب الكوره. هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه دوت سابق لعيب بروكسي، وطبعا هنا هو الغاء الهدف قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لعيب بروكسي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب الزمالك، وطبعا هنا هو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب بروكسي على قدم لعيب نادي الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا الانذار قليل جدا في تهور من لعيب بروكسي، ولو كان في فار كان ممكن يتدخل في لعبه زي دي، لان هنا برضو لعيب بروكسي كان ممكن يستاهل الطرد. نروح للحلقه اللي بعديها. الحلقه ديت انفراد للعيب بروكسي زي ما احنا ما شايفين مع بعض، لكن الحكم صفر على اللعبه دي ان هي تسلل. لما نشوف مع بعض لحظه لعب الكوره هتلاقي لعيب نادي الزمالك مغطي التسلل، اللاعب اللي انا معلم عليه دوت مغطي التسلل، وطبعا هنا هو قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق نادي الزمالك، ونشوف مع بعض يعني تفاصيل مهمه جدا. اول حاجه ان هو تبص على لعيب بروكسي. على الوضع ده كده هو اللاعب بيحاول يلعب الكوره. شوف مع بعض بقى، هل لعيب بروكسي يعني راح للعيب نادي الزمالك، ولا لعيب نادي الزمالك هو اللي مكمل ورايح للعيب بروكسي؟ اول حاجه ان هو ما فيش اي التحام بالقدم من لاعب بروكسي على قدم لعيب نادي الزمالك، لكن لعيب بروكسي واقف في مكانه. بص على الرجل الثابته واقفه في مكانها ما اتحركتش، لكن لعيب نادي الزمالك هو اللي رايح للعيب بروكسي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. يعني هنا ما فيش التحام، اللاعب حاول يلعب الكره وما نجحش وما عملش التحام بالقدم، لكن واقف في مكانه. لعيب الزمالك بقى مكمل ورايح عامل معاه الالتحام اللي احنا شايفينه دوت. طبعا هنا يعني مفيش ضربة جزاء، يعني قرار غريب جدا من الحكم مع انه في مكان قريب جدا من الكوره، لكن حسب ضربة جزاء بناء على ايه؟ بصراحة قرار غريب جدا من الحكم.
نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا كان لاعب بروكسي بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الزمالك وصل الكره ولعبها، وبعد كده عمل التحام بالقدم مع لعيب بروكسي. طبعا هنا مفيش ضربه جزاء.